السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض المنين بالعجوة او كعب الغزال. هنعمله كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان هنعمله احلى من الافران، واحنا بنشتري دايما من بره باسعار غالية جدا. هنعمله النهارده بايدينا ان شاء الله في البيت، وكمان حاجة مضمونة لاولادنا. هيطلع معاكي لونه جميل جدا والحشوة رهيبة من جوه. اهم حاجة متنسيش تدعميني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض. اول حاجه بنعمل تيست الخميره الاول. هنزل كده بكوبايه من الميه الدافيه وعليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، كمان معلقتين من السكر، وابدا كده ادوب كويس جدا مع بعض. كمان هسيبهم كده يرتاحوا عبال يعني هيطلع لي كده فقاعات كده، ان بتضمني ان الخميره شغاله معاكي. هبدا كده طبعا هنزل بنص كيلو من الدين منخول، وعليه رشه من الملح، وكمان رشه من السمسم، وده اختياري. وصفة سهلة جدا وكمان بسيطة جدا، والمقادير موجودة عندك في البيت. جربيها في نص كيلو من الدقيق وهتطلع معاكي كمية جميلة جدا من كعب الغزال. دايما بنشتريه من بره بأسعار غالية جدا. جربيه وإن شاء الله الوصفة تعجبك. نزلت عليهم كده بكوباية من السمنة السايحة، تستبدليها بنص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت، أو عايزة تضيفي زبدة ترجع لرغبتك. اهم حاجة في العجينة بتبسيها كويس جدا عشان تتشرب المادة الدهنية بتاعتها. نزلت كده بالخميرة وهبدأ كده ألم العجينة، مش هعجن، انا بس بلمها لان عشان ما تعملش معاكي عرق في الاخر. هبدأ كده ألمها كويس جدا في العجينة، وبعد كده هسيبها ترتاح 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، مش عايزين نخمرها. هنزل كده طبعا اعمل الحشوة. نزلت كده بنص كيلو من العجوة وعليهم معلقتين كبار من السمنة. وحاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هبدأ كده اشكلها كويس، عشان هعملها كده على شكل كورتين. لكل كورة من العجينة هشكل عليها كورة من العجوة. عايزة تزودي كمية العجوة طبعا على حسب رغبتك. بتجيبي كده اي كيس تلاجة متوفر عندك في البيت، بتقطعيه او بتفتحيه بالمقص، وتحطي كده طبقة العجوة بين الكيسين. تبدأي كده بتفرديه على شكل مستطيل بالنشابة كده. طريقته سهلة جدا وبسيطة. بتعملي السمك سمك العجوة كده سنتي او اقل شوية كمان. انا هنا مقللة كمية العجوة، طبعا بترجع لرغبتك. فردت كده العجوة وهسيبها على جنب. هبدأ كده اجيب الحشوة اللي هي هجيب كده معلقة من العسل الاسود. طبعا ده دهان التلميع بتاع كعب الغزال. ممكن تستبدليه بنسكافيه ونص كوباية مية، او بيضة صفار بيضة مع كوباية من اللبن ورشة من الفانيليا المتوفر عندك. طبعا الخطوة دي جميلة جدا، وكمان هيطلع معاكي اللون نفس لون منين الافران. وكده طبعا وش التلميع جاهز معايا، وكمان مجهزة العجوة. انا كده هجيب العجينة بتاعتي نص تخميرة مش اكتر، عشان مش عايزينها تخمر، لان احنا هنخمرها قبل ما تدخل الفرن. طبعا بتكوني مسخنة فرنك قبلها ب10 دقايق على اعلى درجة فرن، والخبيز بياخد معاكي ربع ساعة 10 دقايق بالكتير. لو هتخبزي في الفرن الغاز طبعا بتدخلي الصينية او الصاج على الرف الاوسط، بياخد لون من تحت، وبعد كده بتشغلي له الشواية بياخد لون من فوق. هبدأ كده طبعا افرد العجين على شكل مستطيل. اي حاجة هتهدر معاكي من العجينة ما تقلقيش منها، ممكن تلفيها بحشوة تانية او تخليها سادة. انا عملت الزيادة سادة وهتشوفها في الاخر مقرمشة جدا وجميلة وطعمها لذيذ. هتبدأي كده بالنشابة بتثبتي العجوة بس على العجينة كده، وبتبدأي تشيلي اي زيادات. طريقته سهلة جدا وبسيطة. عايزة تزودي كمية العجوة أو حشوة العجوة بترجع طبعا لرغبة الموجودين عندك في البيت، بيحبوا العجوة أو لأ. فأنا هنا مقللة كمية العجوة شوية عشان الولاد. هتبدأي كده ترول العجينة كويس جدا، بتثبتيها الأول
وبعد كده طبعا بتبدأي تقفلي العجينة كويس خالص عشان الحشو ما تطلعش منك بره، وترولي كده العجينة. عايزة تروليها على الرخام عادي، عايزة على كيس زي ما انا كده مستخدمة النهاردة. ابسط طريقة، اي كيس متوفر عندك في المطبخ، كيس نايلون، عندك مفرش سيليكون، كله ماشي وكله شغال. المهم ما توقفيش، جربي لاولادك واعملي كل حاجة. هبدأ كده اجيب حشوة التلميع او الوش السمسم، هبدأ كده اوزعه طريقة بسيطة خالص. واجيب كده الصينية او صاج المتوفر برضه عندك، بتدهنيها دهنة كده كويسة جدا من السمنة، وبسكينة حامية او بقطاعة المتوفر عندك. تبدأي كده بتقطعي براها خالص على مهلك عشان ما يتبهدلش منك او شكله ما يقلش منك في حجمه، لان احنا هنا عاملين العجينة رول كده. فانت بتنزلي براها كده بتقطعيها، بتقيسي كده بعينيكي سنتي وتقطعها كويس جدا. انا علشان وقت الفيديو هبدأ كده اقطع واسرع الفيديو شوية. طريقته سهلة جدا وبسيطة. بتقطعيه وبترصيه طبعا، بتسيبي فراغات عشان هنسيبه يتخمر تاني مع بعض، وبتغطيه بفوطة. انا هقطع الكمية دي وهسيبه يرتاح لمدة ربع ساعة. بعد كده طبعا هكون مسخنة الفرن بتاعي وهندخله كده الفرن مع بعض. لو وصلت للفيديو لغاية هنا، اهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تبدأي بتطلعي برضو تخمير العجينة، بتبدأي كده تطلعي الخميرة من العجينة، وبعد كده بتفردي نفس الفردة. انا كده عشان وقت الفيديو خلصت كده وسبته يرتاح، وكمان دخلناه مع بعض كده الفرن. ده شكله النهائي، شكله جميل جدا، وكمان الخميرة باينة، والزيادة كمان عملته في صاج لوحده. يلا بينا هنقدمه كده مع بعض. ده شكله النهائي ليه، نفس لون الافران بل احلى كمان. احنا هنا عاملينه بايدينا في البيت. جربيه لاولادك وان شاء الله هيعجبهم جدا. القطعة دي او السادة دول انا عملتهم كده، برمتهم بايديا وقطعتهم بالقطاعة عادي خالص. كمان طعمهم مقرمش وطعمهم جميل جدا. وكده شكل المنيه، طبعا طبقات من العجوة وطعمه جميل جدا، وكمان ريحته روعة. اهم حاجة ما تنسيش تدعميني. يا رب الفيديو يعجبك، وفي رعاية الله.